صباح الخير. يوم جديد، فيديو جديد ووصفة جديدة. في الفيديو النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري. هنعمله بكل التفاصيل وكل حاجة بتتقدم معاه، مش هنسيب أي حاجة غير لما نعملها مع بعض النهاردة في الفيديو. وعشان تطلعوا أحلى كشري ممكن تاكلوه معمول في البيت، ومش هتضطروا تشتروه من بره تاني. بكل التفاصيل بطريقة سهلة جدا جدا هنقول مع بعض كل الخطوات وازاي نطلع كشري مصري في البيت احلى من اكبر المحلات. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نعمل الكشري المصري بكل التفاصيل والتكات والحركات. هنبدأ أول حاجة طبعا بالحمص والعدس. عندي هنا تقريبا كوباية من الحمص منقوع قبلها على الأقل ب6 ساعات في مية فترة عادية جدا. وعندي العدس الأسمر مغسول كويس جدا، تقريبا مقدار كوباية من العدس الأسمر. دي أول حاجة هنبدأ بيها في الوصفة النهاردة مع بعض. اول حاجه هنجيب العدس بتاعنا بعد ما غسلناه اتاكدنا ان احنا غسلناه من اي اتربه او اي حاجه فيه. بنحطه في حله وبنغطيه بمقدار من الميه تقريبا ضعف الكميه، عشان هنسلقه على النار 3/4 سوا. بعد كده الحمص شلنا الميه اللي كان منقوع فيها، برضو هغطيه بمقدار من الميه وهحطه على النار وهنسلقه سوا كامل. الحمص والعدس بنضيف لهم الملح قبل السوا بدقيقتين 3 بقى في آخر مرحلة. نيجي بعد كده للبصل بتاعنا، عندي تقريبا مقدار من 4 ل5 بصلات كبار متقطعين جوانح صغيرة بالشكل ده، وممكن كمان تقطعوهم أصغر من كده. وببدأ بفكهم كده من بعض بإيديا بالشكل ده. ده شكل التقطيع عشان تديكم بصل مقرمش ومظبوط جدا. طبعا مقدار البصل على حسب الكمية دي، تقريبا زي ما قلت لكم مقدار من 4 ل5 بصلات كبار. عندي كمان من الحاجات اللي بتتقدم دايما مع الكشري في المحلات اللي هو العيش المتبل. عندي هنا عيش شامي متقطع مكعبات بالشكل ده، وعندي البصل. تعالوا نبدأ نحمرهم مع بعض وازاي نطلعهم زي المحلات بالظبط. اول حاجة في طاسة فيها كمية من الزيت الغزير، بسخنه كويس جدا، وبعد كده بنزل بمكعبات العيش. بتلاقوها بتتحمر بسرعة كبيرة جدا، يدوب نص دقيقة بالكتير وبتلاقوها اخدت اللون الذهبي الحلو بالشكل ده. بخرجهم بعد كده من الزيت بعد ما اخدوا اللون المظبوط على مناديل المطبخ عشان اصفي اي كمية زيت زيادة ممكن تكون موجودة فيها. طبعا ما تخضوش من كمية الزيت دي، الزيت ده احنا بنحمر فيه البصل الاول والعيش، والزيت ده مش هنرميه، هنستخدمه نعمل فيه باقي الكشري. نيجي بعد كده لتحمير البصل. الزيت عندي طبعا اتأكد ان هو سخن جدا، وببدأ بعد كده بنزل بالبصل، ما نملاش الطاسة بزيادة عشان البصل يفضل مقرمش وياخد اللون المظبوط اللي احنا عايزينه. اثناء ما هو بيتحمر كل شوية بنقلبه بالشكل ده عشان يفك من بعضه اثناء التحمير، وكمان اضمن ان كل البصل اخد لون واحد. البصل خلاص عندي اتحمر زي ما انتوا شايفين. ببدأ برضو بخرجه على مناديل المطبخ وبصفيه من اي زيت زيادة. بتكرروا نفس الخطوة دي لحد ما بتخلصوا كل كمية البصل اللي موجودة معاكم، لحد ما تبقى معاكم باللون التحفة ده. شايفين اخد اللون المظبوط مقرمش جدا 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 وهش وخفيف. عندي كمان العيش اللي احنا حمرناه مع بعض. اخر اضافه هضيفها عليهم على البصل هرش رشه كده من الملح عشان يديله طعم مظبوط. وعلى العيش اللي حمرناه هضيف رشه من الملح، رشه من الكمون، ورشه من الكزبره الناشفه، وبقلبه كويس جدا. كده خلاص عندي البصل والعيش بقوا جاهزين. تعالوا بينا بقى نكمل باقي الخطوات في الكشري بتاعنا.
ده الزيت اللي احنا حمرنا فيه العيش والبصل، صفينا من اي فتافيت زيادة او اي بواقي من البصل والعيش، بنحطه في طبق بالشكل ده. وتعالوا بقى نستخدمه في باقي وصفة الكشري بتاعتنا. اول حاجة هبدأ معاكم هنعمل صلصة الكشري. في حلة على النار هاخد شوية كده من الزيت بتاع اللي حمرنا فيه البصل، وعليه هنزل ببصلاية متوسطة مفرومة ناعم. انا عارفة في ناس بتعمل صلصة الكشري بالثوم، بس صلصة الكشري الاصلية بالبصل مش بالثوم. بحمر البصلة لحد ما بتاخد معايا اللون الذهبي الحلو بالشكل ده. هنزل عليها بعد كده ب3 ل4 معالق من الخل، وهنزل عليهم كمان بنص لتر من عصير الطماطم المركز، وهنزود كمان شوية مية. هنتبل بقى الصلصة بتاعتنا، هنتبلها مع بعض بملح، فلفل اسود، شطة، كمون، وكزبرة. ال5 توابل دول هنضيفهم على الصلصة، وهنسيبها على النار تتسبك لمدة تقريبا 5 دقايق لحد ما الصلصة بتاعتي تتكثف وتوصل للقوام المظبوط. طبعا ظبطوا الملح بتاعكم، ولو انتوا عايزينها مشطشطة تقدروا تزودوا الشطة فيها. وبكده صلصة الكشري بتاعتنا بتكون جاهزة. نيجي بقى للمكرونة. عندي حلة فيها مية سخنة بتغلي، بملح المية الأول كويس جدا بمعلقة كبيرة كده من الملح. بعد كده بنزل بنوعين من المكرونة السباجيتي والمكرونة اللي هي الصغيرة اللي معروفة دايما في الكشري. بنسيبهم على النار لمدة من 8 ل9 دقايق لحد أما المكرونة تستوي. بعد ما تستوي بنصفيها من المية وبتكون كده جاهزة معانا. للرز ضفت في الحلة شوية برضو من الزيت بتاع البصل، عليه تقريبا مقدار كوباية كبيرة من الشعرية، وببدأ بحمرهم مع بعض. أنا بحب أستخدم مقدار الشعرية قد مقدار الرز بالظبط، عشان هيديكم ده رز كشري مفلفل وطعمه حلو جدا. مجرد ما الشعرية أخدت لون نزلت عليها بالرز المغسول، وببدأ كده بقلبهم مع بعض. بضيف كمان رشة ملح على الرز وبشوحهم الأول مع بعض. هنا زودت مقدار المية سخنة، لازم المية تكون سخنة. وده عندي العدس بتاعي بعد ما اتسلق، هاخد منه شوية من مية سلق العدس، وهاخد تقريبا نص كمية العدس هضيفها على الرز والشعرية، وهقلبهم مع بعض. ظبطوا الملح بتاعكم، وأول ما يغلي بنهدي النار وبنسيبه لحد أما يستوي. كمان إضافة مهمة جدا في طعم في الرز بتاع الكشري، بضيف رشة كده من الكمون، بتظبط الطعم وبتديكم طعم حلو. كده خلاص الرز بتاعنا هنسيبه يستوي. عندي بعد كده المكرونة بتاعتنا بعد ما اتسلقت هضيف عليها معلقتين كبار من الزيت بتاع قلي البصل، وبقلبهم مع بعض عشان المكرونة ما تلزقش في بعض وتفضل مفلفلة، وكمان تاخد طعم الحلو من الزيت بتاع اللي حمرنا فيه البصل. كده المكرونة بتاعتنا خلاص بقت جاهزة. يلا بينا نكمل باقي الإضافات. عندي من الحاجات اللي بتتقدم كمان مع الكشري وهي السلطة، السبايس اللي بتتقدم دايما جنبه. عندي هنا مقطعة طماطم مكعبات، خيار مكعبات، وعندي كمان شوية من البقدونس المفروم. عليهم هنزل ب3 معالق كبار من الخل، وكمان رشة من الملح، رشة من الكمون، رشة من الكزبرة، وكمان رشة من الشطة، ونص معلقة صغيرة من الثوم المفروم. دي نفس السلطة اللي بتتقدم في محلات الكشري، اللي طبعا بتاخد كده طعم الكشري في حتة تانية وبتظبط الطعم كله. ضفت كده كل الإضافات وهبدأ هقلبهم مع بعض كويس جدا، وبكده السلطة بتاعتنا بقت جاهزة. نيجي بعد كده لأهم إضافتين بيتعملوا دايما جنب الكشري، وهي دقة الخل والثوم، وكمان الشطة الزيت. أول حاجة هنبدأ بدقة الخل والثوم. نزلت ب1/4 كوباية من الخل، عليه معلقة صغيرة من الثوم المفروم،
نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، رشة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الشطة، وهزود كمان كوباية من المية على المقدار ده. اخر حاجة طبعا واهم حاجة في دقة الخل والثوم هي رشة كده حلوة من الكمون، وبحط الدقة دي على النار تغلي لمدة دقيقتين ل3 دقايق، وبكده بتكون جاهزة. بعد كده الشطة الزيت هحتاج معلقة كبيرة من الشطة الحامية طبعا، وهنزل عليها بربع كوباية من الزيت، ورشة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، وكمان تقريبا مقدار نص كوباية من المية. هقلبهم مع بعض كده، وهضيف عليهم المية وهحطها على النار تغلي برضو لمدة من 3 ل4 دقايق. هعرف امتى انها جاهزة لما الاقي الزيت فصل عن الشطة تركزت من تحت والزيت بقى على الوش، وبكده بقت جاهزة. كده انا خلصت كل حاجات الكشري. عندنا الصلصة هي خلاص جاهزة، المكرونة بتاعتنا، الرز اللي بالعدس المفلفل بتاعنا، البصل والدقة، وكل الإضافات اللي احنا عملناها مع بعض النهاردة في الفيديو. تعالوا بينا بقى نغرف الطبق ونقدم الطبق مع بعض. طبعا بنقدم العيش كده على جنب، العيش المحمص والسلطة مع الزيت الشطة والدقة، وبنبدأ بنحط الطبق بتاعنا الطبقات من الرز مع المكرونة والعدس والحمص، وشوية بصل محمر على الوش والصلصة. واستمتعوا بأحلى كشري بيتي معمول في البيت بأحلى 100 مرة من المحلات. هتعملوه دايما في البيت. أهم حاجة ان احنا نحضر كل التحضيرات قبل ما نبدأ فيه، وفي ساعة زمن هتكونوا مخلصين الكشري بتاعكم بكل التفاصيل اللي انتوا شفتوها دي. اتمنى بجد ان انتوا تجربوه ويعجبكم. من احلى وصفات الكشري اللي هتاكلوها، سهل وبسيط وما بياخدش وقت خالص. اشوفكم ان شاء الله على خير في وصفات جايه وفيديوهات جايه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اللايك والشير، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ولسه عندنا حاجات كتيره جدا جايه حلوه هنعملها مع بعض. هسيبكم تستمتعوا بشكل الكشري واحلى كشري مصري. اشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفه الجايه. كنت انا معاكم فاتن عوض، والسلام عليكم.